في أغاني كده مميزة، يعني مهما عدى عليها زمن بتلاقيها متعلمة معانا كده. يعني من الأغاني الجميلة لمحمد قنديل يا حلو صبح، دايما كده يعني حتى واحنا بنسمعها في الراديو الصبح كده بنحس إن إشراقة جديدة، صباح جميل، فيعني هي مختلفة وليها رونق خاص معانا. نروح نشوف كده ويا حلو صبح وبنصبح عليكم يعني، وهنروح نشوف هذه الأغنية لمحمد قنديل ونرجع على طول معاكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة دايما يعني بتحث الدولة دايما على استخدام الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة مهمة جدا، والحقيقة ان دايما في دعم من جانب الدولة بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام الطاقة النظيفة او الطاقة المتجددة، زي طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الحيوية، الطاقة الكهرومائية، طاقة الحرارة الجوفية، يعني مهمة جدا. نتمنى يكون معنا هذا الاتصال. معنا الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة والخبير بالطاقة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مبسوطه لهذا الاتصال لان اول اتصال النهارده على الهواء يعني. اهلا بحضرتك. لو تقول لنا اهميه الطاقه المتجدده في ظل يعني استخدامها وفي ظل دعم الدوله لاستخدام هذه الطاقه المتجدده او الطاقه النظيفه. حضرتك الطاقه المتجدده ظهرت معنا في دوله مصر الثانيه بقوه من سنه 2014، وظهرت النتيجه بتاعتها الرئيسيه في 2020 بانها وفرت 20% من الطاقه الموجوده للدوله. الاصداء ديت اصدائها على مستوى العالم خلت العالم تعرف ان احنا عندنا الامكانيات والخبره لانتاج الطاقه المتجدده. وفي سنه 2020 تم عمل مذكره 22 مذكره لانتاج الهيدروجين الاخضر. ودي كانت حادثه قويه جدا على مستوى العالم، ان العالم كله يتجه الى دوله مصر العربيه لانتاج الهيدروجين الاخضر. وده فتح لنا السكه ان احنا في كود 27 تم عمل مذكرات تفاهم لانتاج 10 جيجا طاقه رياح مع دوله الامارات، و5 جيجا واط مع شركه سكاتك النرويجيه، و2.7 طاقه شمسيه مع شركات اخرى. ده خلى مصر بدل ما كانت في 2035 توصل ل 42% من الطاقه بتاعتها 42% وهتزيد عن كده. يعني هتبقى نسبه يعني احنا بنسعى ل 2030 يبقى ايه بالظبط؟ يعني عايزين نوصل ل 2030 يبقى ايه عندنا بالظبط؟ هتبقى عندنا نسبه الطاقه المنتجه داخل جمهوريه مصر العربيه 42% من الطاقه المتجدده اللي كانت المفروض تبقى في 2035. يعني احنا كسبنا 5 سنين. تمام. ده بقى بالاضافه دايما عامل التوقيت ده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما دايما بيهتم بعمل التوقيت ده بشكل كبير جدا. تمام حضرتك. واحنا لو قارنا بقى جمهوريه مصر العربيه باوروبا بالكامل في الطاقه المتجدده هنلاقي في تعصب كبير جدا في اوروبا في انتاج الطاقه المتجدده اللي ممكن تغطيه وتفيد جمهوريه مصر العربيه. بمعنى ان دوله اوروبا علشان بعد حرب روسيا واوكرانيا بدات تتجه بقوه لانتاج الطاقه المتجدده، ولكن عندها مشاكل في ان هي اول ما في مساحه ارض ان كمان التصريح علشان تطلع لانتاج الطاقه المتجدده بتاخد من 2 ل 5 سنين. فبداوا يعملوا الطاقه الشمسيه فوق المنازل والدوله بتدفع فلوسها، زي انجلترا بتدفع 100% من تكلفه الطاقه فوق البيوت، والمانيا نفس الكلام، ولو بصينا لامريكا بتدفع 80%. وبعد ما تنزلوها فوق البيوت بيبقى في عثره بالنسبه لهم ان هم يجمعوها دي الطاقه ويحطوها على الشبكه، فاذا هم عندهم مشاكل في اتجاه الطاقه الشمسيه. لو بصينا لطاقه الرياح نفس الكلام، ما عندهمش مساحه ارضيه يحطوا عليها. وبعد كده اي واحد بيعمل او اي شركه بتعمل محطات طاقه رياح لازم تستعوض صاحب الارض لمنطقه اخرى يشتغل عليها. ثانيا في مشاكل في انتاج طاقه الرياح في هناك، لان عندهم ارتفاع تكاليف المواد وتاثير الموافقات ومعدلات التضخم ومنافسات الشركات الصينيه لاوروبا ديت عامله مشاكل كبيره جدا. لو جينا نبص لمصر يعني حاجه عايز تقول العقبات اللي عندهم في اوروبا مش موجوده عندنا، سواء استخدام الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح. حضرتك احنا لو اخذنا 5%
5% من مساحه جمهوريه مصر العربيه هنقدر ننتج ل 50 جيجا طاقه شمسيه، اللي لو وصلناها لاوروبا هتبقى المكاسب بتاعتها تفوق دخل قناه السويس سنويا. يعني لو عملنا كده هيبقى الدخل السنوي من 50 جيجا يتعدى على الاقل 12 ل 15 مليار دولار سنويا. طب ايه اهم العقبات اللي احنا بتواجهنا لاستخدام مزيد من الطاقه المتجدده؟ احنا ما عندناش عقبات الا العقبات الماديه، وعلشان كده بنسندها الى الشركات الاجنبيه، وهو المفروض تبقى الدوله هي اللي مسؤوله عنها وتاخد القروض لانشاء محطات الطاقه سواء شمسيه او طاقه رياح حتى ولو من البنك الدولي ويتم تنفيذها. لان حضرتك لما الدوله تعمل محطه طاقه شمسيه الكيلو وات بيقف علينا بسنت ونص بالكثير قوي، سنت ونص. انما لما بنحطها شركه اجنبيه وبنشتري منها هذا الكلام بنشتريها ب 3 سنت و4 سنت عشان تدفع 5. صحيح. فهذا الفرق المفروض الدوله هي اللي بتستفيد فيه. ثانيا لما احنا بندي لشركات اجنبيه او حتى شركات مصريه فهذه الطاقه اكثر من اللي ربنا عطيها لجمهوريه مصر العربيه، المفروض نستفيد منها اقصى استفاده بالنسبه لنا. انما عقبات فنيه ما فيش، عقبات توريدات هي بس احنا معظمنا بنتجه الى الانتاج، لان الصين بتنتج ما يقرب من 98% من انواع الطاقه الشمسيه على مستوى العالم. فهو ده بس العقبه، ان احنا ما عندناش التصنيع المحلي وبنستعوضه من الصين، انما راس المال لو توفر مصر هتتدخل من الطاقه اللي بتوردها لاوروبا اكثر من فرنسا. يا مسهل. بشكر حضرتك يا دكتور، بشكر دكتور سامح نعمان الاستاذ بكليه الهندسه والخبير